فيلم الناقة هو أحدث الأفلام السعودية اللي بتتعرض على نتفليكس، وبيحكي عن سارة بتزوغ من والدها بحجة إن بتحضر زفاف صاحبتها، ولكن ده مش بيحصل، وبتبدي تمشي في اليوم بتاعها اللي هي مخطط له. ولكن اليوم مش بيعدي بسهولة، وبنشوف إيه اللي هيحصل، ولكن ما ينفعش ترجع متأخر البيت عشان باباها وده أكبر مشكلة بالنسبة لها. الفيلم نوعية أفلام الرحلات بصحبة بطلة فيلمنا. الفيلم حقيقي مختلف، ومن أغرب الأفلام العربية اللي شفتها مؤخراً، لأنه فيلم حقيقي مجنون بيعتمد في المغامرة على غدة فصول، منها فصول حقيقي مرعبة، ومنها حاجات دموية، ومنها حاجات بتعتمد على الهلاوس، بيخليك وانت بتتفرج مش على بعضك، ولا ساعد على ديت الإخراج. فيديو دوس لايك واشترك في القناة وشغل زر الجرس. وأدوات السينما من تصوير اللي فيه منها كتير، لقطات واحدة طويلة وصعبة، والمونتاج اللي مليان إطاعات كتير، تحس إن دول أكتر عنصرين بيموتوا حرفياً وهم شغالين على الفيلم. وكل الحاجات دي مليانة رمزيات وإسقاطات على صراع الأجيال اللي الفيلم بيحاول يعكسها، وفي بعضها فهمتها وبعضها استغربتها وما فهمتهاش، وده سبب لي شوية ارتباك، وفي نفس الوقت مفاجأة وأنا بتفرج، لأن ما كنتش متوقع هتفرج على تجربة زي دي. تجربة حقيقي جريئة جدا، حقيقي تجربة نفسية جيدة جدا، فيها كل العناصر السينمائية. من تمثيل البطلة كانت ممتازة، وكل واحد طلع فات الكاميرا كان ممتاز، التصوير والمونتاج والمكساج والموسيقى التصويرية. بس ما أقدرش أقول إن استمتعت بكل فصولة، ولكن قدرتها جدا. وحاجة أخيرة، الفيلم مش لكل الناس، ممكن تحبه أو تقدره، ومش مناسب للمشاهدة العائلية. التقييم النهائي 7/10. يلا بينا، لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وشغل زر الجرس.